لما وقفت تجاه قبر محمد ناديته يا منتهى الآمال، أنا قاصد أنا وافد أنا وارد أنا من ذنوبي حامل الأثقال. لما رأيت الزائرين لقبره قد أزمعوا في السير والترحال، زاد اشتياقي نحوه وصبابتي وخرجت فيهم ساحب الأذيال، حتى نزلنا منزلا قد أقبلت أفراحه في غاية الإقبال، وبدت لنا الأعلام من وادي قبا ومن العقيق ونخلها والضال، والقبة الخضراء زهت وتبلجت وتبسمت عن ثغرها العسال، فتواجدت أرواحنا وتمايلت من شوقها كالشارب الميال، وجلت لنا عين اليقين وحقه في حضرة تزكو بها أعمالي، عند الذي نزل الكتاب بمدحه وعليه صلى الواحد المتعالي، فوقفت في ذاك المقام مسلما ومعظما في حالة استقبالي، والقلب يرجف من مهابة أحمد والعين تذرف دمعها السيالي. قلت السلام عليك يا من قربه غرضي وفيه تكاثرت أقوالي، منا السلام عليك عدت كلما ذكر السلام مكررا متوالي، منا السلام عليك يا من نوره أجلى الظلام وزال كل ضلال، منا السلام عليك يا بدر الدجى يا مرسلا قد عم بالإرسال، منا السلام عليك يا هادي هدى ودعا إلى باب الكريم الوالي، منا السلام عليك عد كمال رب العرش ثم بعد كل كمال، أرجو السلامة بالسلام من الردى ومن العدا ومن العدو الغالي، إن المهابة ألجمتني ها هنا وخرجت عن تعداد ما بالبالي، ولأنت أدرى بالذي هو قلبتي وببغيتي من جملة الأحوال، قم يا رسول الله قومة ماجد واشفع إلى ذي المجد والإجلال، يا راحم المسترحمين ورحمة للعالمين وواضع الأغلال، ماذا أقول وما مديحي فيك يا عزي ويا كنزي ويا منوالي، يا من هو الأب الشفيق عناية للمستجير الخائف البطال، اشفع تشفع يا مشفع واستغث يا خير من داس الثرى بنعالي، إني بمولدك الشريف مولع ومديح مدحك منتهى آمالي، أنا في جوارك من مكابدة البلاء ومن الوباء والفقر والإذلال، صلى عليك الله ربي دائما وعلى الصحابة
الصحابة كلهم والآل والحمد لله الكريم ختامها حمدا على إنعامه المتوالي والحمد لله.